سلام البنات، اليوم جبت لكم الكيكة ترند الكرانشي شوكو ولا كيكة الهبة ولا أحمد الزامل، كل واحد كيف ما يسميها. شوفوا لي القوام تاعها البنات، جاية كريمية وجاية خفيفة خفيفة وتهبل، بنينة بنينة على الاخر البنات. انني ما زلت مود تاع رمضان، ما اكتيفيتش لو مود تاع العيد. انا ما شتيش ندير الكاطو تاع العيد قبل الوقت، نخلي 2 جور الاخرين باش يبقى لي الكاطو تاعي جديد. ما زلت نكمل معاكم في الوصفات، مالغري الناس كلهم بداو الوصفات تاع العيد، انا مازال ما بديتش. 2 جور الاخرين ونبدا ندير الكاطو تاعي. شوفوا لي المزيج بين الطبقات البنات جات تحفه، وسيرتو سيرتو سيرتو الكرانشي اللي من الفوق زاد فيها النص. حاولت اني نبسط لكم الوصفه على قد ما نقدر ودرتها لكم بطريقتي الخاصه. ما تنسوش الاشتراك في قناتي البنات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بالمقادير. اول طبقه تاعنا اللي هي عندنا الكيكه تاعنا من تحت، فيها بيضه، فيها نص كاس حليب، نص كاس سكر، نص كاس زيت، فيها واحده خميره تاع الكاتو، فيها 6 ملاعق تاع فارينه، وفيها ملعقتين تاع نشا البنات. نبداو باول خطوه، تخلطي العظمه تاعك مليح مع السكر حتى يتضاعف الخليط نتاعك ويولي ابيض اللون. اللي تحب تخلط بالباتور تخلط، اللي تحب تخلط بالفوي تخلط، براسك يجيو نفس النتيجه البنات. تجي كيكه هشيشه 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 وخفيفه على الاخر. من بعد نزيدو البنات نص كاس تاعنا تاع الحليب ونكملو نخلطو حتى يتجانس الخليط تاعنا. البنات هنا اللي تحب دير كاين دي غوسات بزاف داروا المادلين جاهز تاع برا، داروه. انا جربتها ديجا بالمادلين ما جاتنيش بنينه كيما جربت الكيكه هذه في الدار، جات ابن وجات نتيجه خير من تاع المادلين جاهز تاع برا. نزيدو الكاس تاعنا نص كاس عفوا تاع الزيت نتاعنا البنات، ونخلطو كيما راكم تشوفوا حتى تدخل الزيت تاعنا مع الخليط. ومن بعد نزيدو النواشف تاعنا اللي هي الفارينه والكاكاو والخميره. البنات انا هنا الفارينه تاعي ديجا راني غربلتها من قبل وكيلتها، تما ما نحتاجش نزيد نغربلها. نخلط النواشف تاعي كامل البنات كيما قلت لكم، ونخلطه حتى يتجانس الخليط تاعنا. نجيبو، انا هنا حبيت نديرها في المول الاسطوري هذا، اللي تحب ديرها في اي مول ديرها، انا خيرت نخرج شويه العاده ونديرها في المول هذا. البنات شوفوا لي القوام النهائي تاع الكيكه تاعنا كيف ماشي يجي. هنا نجيبو بابي كويسون، انا درتو طالع شويه باش كون تطلع لي الكيكه ما تسيحش البنات، عليها درتو في الجوانب طالع. نحط الخليط تاعي في المول تاعي، نكون ديجا شعلت الفور تاعي سخن شويه واحد ل5 دقائق، ومن بعد نحطو على درجه 180 درجه حتى طيب لنا الكيكه تاعنا. نجيو للطبقه الثانيه البنات، عندنا 2 كيسان تاع لا كريم فريش تكون ماده دسمه تاعها 35%، عندنا ملعقه كبيره تاع ماسكاربون، وعندنا 2 حبات ياغورت تاع فلون كراميل، وعندنا 200 غرام تاع لا كريم شونتيي. تجيبي ان ريسيبيون تحطي لا كريم ليكيد تاعك وتحطي عليها الياغورت وتزيدي عليها الماسكاربون وتزيدي عليها لا كريم شونتيي. هنا بعد ما كملت حطيت المكونات كامل مع بعضهم في الريسيبيون تاعي نحطهم يطلعوا. انا طلعتهم في البيتران، البنات اللي عندها الباتور تستعمل الباتور حتى تتحصل على كريمه. من الجهه الثانيه الكيكه تاعي راهي طابت البنات، باش تعرفوا الكيكه تاعكم طابت تدخلوا فيها موس تخرجوه تلقاوه ديجا ناشف، ما تلقاوش فيه خلاص البلل تاع الكيكه تاعنا. هنا الكيكه تاعنا جاتني قد المول، عاليه قد المول قد ما نقدرش نستعملها، قسمتها على 2 خاطر ماه المول لازم ندير فيه الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه تاع الكاناش والطبقه الرابعه تاع الكرانشي، تسمى لازم تكون فيه مساحه كافيه. هنا قسمت الكيكه تاعي اون دو، حطيت الطرف الاول البنات كيما راكم تشوفوا، الطرف الثاني جبت علبة راح ندير فيها 2 كيكات. زمان العظمة هذيك دارت لي قيس 2 كيكات البنات في المول هذا، واللي يدير مول كبير او يستعمل مول كبير ضربة واحدة. هنا أنا حطيت الطبقة تاعي الاولى تاع الكيكة، نجيو نشربوها. انا هنا عندي كونديا شوكو سخنتها البنات باش تدخل لي في الكيكة، القوام تاعها يجي شوية خاطر انا سخنتها باش يجيني شوية جاري ويدخل في الكيكة. هاو البنات
ما سقيتهاش بزاف باش ما تجيش هذيك اللي مبلوله ياسر. انا نشتي تجي ناشفه شوي، يعني حطيت لها ابان برك البنات. نجيو للطبقة الثانية. شوفوا لي القوام تاع الكريمة تاعنا بعد ما طلعت البنات، نحطوا الطبقة الثانية. البنات هنا الطبقة تاعنا تاع الكريمة واجدة. نروحوا للطبقة تاع القناش. في القناش البنات درت 200 غرام تاع لا كريم فريش مع 100 غرام تاع شوكولا باش ما يجينيش يابس. ها هو كتي القوام الاخر تاعنا تاع القناش. انا حطيت في الفيديوهات اللي من قبل كيفاش نديروا القناش. البنات اللي تحب دوك نحط لها في صندوق الوصف. نجيو للمرحله الاخيره اللي هي الكرانشي شوكو. نجيبوا الكوكو بوبس او السيريال ونجيبوا شوكولا، نذوبوا الشوكولا تاعنا ونحطوا ملعقه ولا ملعقتين على الكوكو بوبس تاعنا، سا ديبون الكميه اللي راح ديريها. تغلقي عليه العلبه وتساي تخلطي حتى تقيس لك الشوكولا الحبيبات نتاع الكوكو بوبس كامل. دوك نعدلكم كيف ما هيجي. شوفوا لي البنات بعد ما قستوا لي الشوكولا كامل، نجيو نزيدوا له كميه تاع الكاكاو باه نديرو الكرانشي من الفوق. تعاودي تغلقي العلبه تاعك وتعاودي تخلطي حتى يغطي الكاكاو الحبيبات نتاع الكوكو بوبس كامل. هنا نفتحوا العلبة، لقيتو بلي مازال خاص تاع الكاكاو، نزيدلو كمية قليلة من الكاكاو ونعاودو نفس الطريقة نخلطو مليح حتى يتغلفلنا كامل الكوكو بوبس تاعنا. ها هو الشكل النهائي تاع الكوكو بوبس تاعنا. شوفوا لي كيف ما تغلفت الحبة كامل. البنات انا حبيت ناكلو هكا كامل وما نحطوش خلاص فلاطاغ جا بنين 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 على الاخر. هنا نحطو الطبقة تاعنا تاع القناش. البنات شوفوا لي كيف ما سايله. هو السر في الكيكه هذه انه القناش تاعك تكون سايله، ما تكونش هذيك اللي حاكمه روحها. ديري طبقه كامل كيما راكي تشوفي، تغطيه كامل ومن بعد تحطي الكوكو بوبس تاعك كطبقه اخيره وتحطيها تبرد لمده ساعتين في الثلاجة. البنات ننصحكم جربوها، راهي بنة بنة بنة. جربت التحليات بزاف بصح التحلية هذه وحدها القوام الكريمي مع الكرانشي شوكو واش راح نقول لكم بنة وحدها. جربوها البنات وخليوا لي رايكم في التعليقات، وانتظروني في الفيديوهات القادمة بإذن الله. راح ندير لكم وصفات تكون جديدة وتكون سهلة البنات كيما تعرفوني، مع جميع الأسرار وبجميع الخطوات. بربي ما نبخلش عليكم، وانتم ثاني ما تبخلوش عليا بالابوني وتفعيل الجرس البنات. تخليوا لي رايكم في لي كومونتير. شوفوا لي الشكل النهائي تاع لاطاغ تاعنا البنات، ننصحكم تجربوها. انتظروني في الفيديو القادم البنات. سلام.